تعال يا معلم وشوف لي هذا الشيف صياد السمك قديش رائع وشو راح يعمل هلا. معلم جاب قوالب، عبى القوالب مي عشان تطلع المي قوالب بالنهاية، وراح يعمر بيت. يعني هي قوالب الثلج راح تكون عبارة عن بلوك، وعمر بيته معلم. شوف لي كيف سطر القوالب وعمل أوضة بنص البحيرة اللي هو حاليا قاعد فوقها، وصب المي فوق القوالب عشان المي تنشف وتجمد وتمسك القوالب على بعضها. شوف يا معلم، جاب قش وعمل باب الزلمة وظبط أموره على ال24 وعلى الليبرا. يا سلام عليك. وحفر حفرة بنص الأوضة عشان يقعد ويصيد سمك براحته. طبعا مثل ما شايفين حط الطعم ريدس، أو اللي هو الجمبري. وهي أول سمكة، بسم الله ما شاء الله. فيديوهاته كتير حلوة، هذا الشخص حلوة جدا، يعني فيها طبيعة وفيها جمال. وهو الشيف كمان محترف كتير. يا سلام عليك. وهي تاني سمكة. كل فيديوهاته تخييم، بس حصرا أكتر شي بيخيم فوق التلج وفوق الجليد وفوق يعني عايش ببيئة كلياتها جليد وكلياتها تلج، حرارة تحت الصفر دائما. ويا خوفي هلا انا الدفاية او الصوبيا اللي هو حاطه بسبب الحرارة تدوب الجليد كله ويغرق هو والأوضة والسمكات بلش يشتغل بقى ويظبط السمكات وينظفهم عشان يعمل وجبة الغداء بعد التعب اللي تعبه. يا سلام عليك يا جماعة. السمك هذا اللي صايده لون اللحم تبعه بشهي كتير على فكرة. ما بعرف شو نوع هذا السمك، بس باين عليه شي شهي. يا سلام عليك. فيديوهاته رائعة، فعلا رائعة فيديوهاته. تستاهل بعد التعب هذا بصراحة، يعني لازم الواحد يدلل حاله شوي.